يا عم ده كلام يا عم، ما حدش جاي لنا. تعالى معانا هو هنا عرفنا بنفسك. انا باسم نبوي يا باشا، منشود سلطان، بكالوريوس تجاره شعبة اداره اعمال. قول لنا ايه مشكله الاهالي النهارده وجايين تعملوا؟ بص، انا يعني معظم الناس اللي جايه دي هي الناس اللي بانيه 90 متر او 100 متر او حاجه زي كده، مش اصحاب النفوذ اللي عنده 5 فدادين قطعهم وباعهم، ده ياخد على دماغه ده فعلا لانه خرب في كتير. لكن والله واحد النهارده عنده فدان ارض وعايز يجيب اي مواشي يربيهم، هل في ظل انفلات الامن ده يقدر يربي مواشي في عشه شويه بوص على شويه حطب؟ ما ينفعش. طب النهارده اما انا اعمل عشه بشويه بوص بشويه حطب، انا كده فقدتها من المساحه الزراعيه لانها ما بتنتجليش. النهارده انا بعمل مشروع انتاجي، اللي بيعمل النهارده مزرعه مواشي، اللي بيعمل النهارده مزرعه دواجن، اللي بيعمل النهارده اي مشروع انتاجي، هو مشروع انتاجي بيديك انتاج برضه، يعني ما بيقلبهاش. تمام. انت دلوقتي بتطالب ايه الحل عشان الناس دي ترضى؟ انا دلوقتي عندي مساحات في شبين الكوم مهدره كتيره جدا وسط كردون مباني، عندي مساحات اراضي اوقاف كتيره جدا في كل قريه. انا النهارده رجال اعمال عمالين يبنوا لي في مساجد، احنا كفايانا ابونا مساجد بقى، كفايانا ابونا مش عارف ايه، كفايانا ابونا دور ايتام، لا احنا نقدر النهارده بالمساجد النهارده في كل 200 متر مسجد، الناس لو هتصلي في المسجد 10 مش هيخلصوا المسجد. لا، الناس اللي بتتكاتف النهارده تبني مسجد للمزهره واللي مش عارف ايه، انا اقدر النهارده اساعد مع المحافظه وابني عماير على ارض الاوقاف واسكن للشباب بسعر التكلفه. رقم واحد، هات لي النهارده قريه ما فيهاش فدانين وثلاثه واربعه اوقاف، هات لي النهارده قريه ما تقدرش المحافظه تحط ايديها على 10 12 فدان فيه، تقدر وتقدر تبني مساكن للشباب. انت النهارده عندك ظهير صحراوي في السادات، تقدر النهارده تدي لكل واحد من الناس دي فدان واثنين فدان يشتغل عليه. النهارده تقدر تقول والله يا جماعه اللي هيحول ارضه للري بالتنقيط، لان احنا محافظه ما بنزرعش لا رز ولا بنزرع اي حاجه تستاهل ميه بالغمر. قول والله اللي هيحول ارض الميه بالتنقيط يا جماعه يقدر يبني 100 متر. قول والله النهارده اللي ما يقدرش يبني لعياله يقدر يبني على الارض، رخص لي، علي لي بسعر الارض الزراعيه ورخص لي سعر الارض المباني. لكن النهارده مخليني متر الارض المباني ب 1500 جنيه، واقسم بالله العلي العظيم انا في قريتي متر الارض المباني ب 3000 جنيه، يبقى انا لازم اروح اقطع نفسي عشان اخد ايراد في الارض زراعيه ب 15000 ولا ب 20000 ابنيه. انت النهارده عندك 100 حل، لكن النهارده انا اجيب لوضه وهد مبنى قد ده مش هاخد مني 10 دقايق، لكن لو بنيته هاخد مني سنين. القصه ان انت ما تطلعش كمحافظ تتباهى بانجازاتك وتقول انا هديت. اولا انت هديت ارض خرسانات مسلحه اقسم بالله العلي العظيم ولا 20 سنه عشان تزرع تاني، الموضوع مش سهل، مش هتزرع. وبعدين الناس النهارده بتقول انا عندي مشروع تسمين، طب مشروع تسمين انا هعمله ايه؟ البهايم اللي بتقول يعني البهايم اللي فوق بتاع البهايم دي والحمى القرعيه دي، الكلام ده فين؟ يعني انت النهارده كمحافظ ما عندكش حلول، لان انت راجل مش مهني، انت راجل كنت وكيل نيابه امن دوله، فانت تفهم في القانون ازاي او تفهم فيه بحزم ازاي، لان شغل النيابه امن دوله احنا فاهمه كويس كان عباره عن ايه يعني. حكمه وانت تقول لا مش راضي. انت النهارده كراجل محافظ ما تطلعش تظاهر بانجازاتك تقول انا هديت وزدت وداخل وتهاجي البلد. النهارده احنا عندنا حكومه اسمها تيسير اعمال، يعني ماشي الحال، الناس تقبض مرتباتها، المرور ينتظم، الامن يعود للشوارع، لكن مش النهارده ان الحكومه بتفرض سيطرتها على الناس، لان دي حكومه مش يعني كل الشعب ما قالش انها تيجي. النهارده الاخوان هربوا مش راضيين يعملوا حكومه في ظل ان مفيش رئيس جمهوريه يقدروا يتخذوا من خلاله قرار. فانت النهارده ما تجيش تاخد قرار كده يعني تقول ايه انا عنتر بقى ابن شداد والله انا هزيل وتطلع على المحور يجرجروا رجليك. نفس اللي عملوا علاء الاسواني في احمد شفيق في اون تي في، جرجر رجليه وخدوه طرقعوا له، وفي الاخر النهارده لقينا احمد شفيق الصبح بيقدم استقالته. هو انت طالع النهارده بتجر شكل الناس يعني والاسبوع الجاي انا نازل اشمون؟ لا، انت تقدر تخوف الناس بطرق اكتر من كده، تقول والله اللي هيبني هغرمه 10000 جنيه، والله اللي هيبني ويكون عنده فدان ارض وراح بايع لمحمد وحسين وعباس وي انت تقدر تجيب ده من خلال العقود ومن خلال الحيازه الزراعيه ان فلان ده كان يملك فدان ارض او فدانين ارض وقطعهم وباعهم بشكل
يحولهم من ارض زراعيه لارض مباني، ده اقدر احطه في السجن واقدر انفذ القانون على ده. ما انفذش القانون على الغلبان اللي بيبني 90